إذا أنتم من عشاق البطاطا اليوم جبت لكم وصفة خبل أصابع كفتة البطاطا بالدجاج، سهلة وسريعة وطعمها ما يتقاوم. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. عندي هنا 4 حبات من البطاطا سالقتها ومقطعة كل بطاطا إلى جزئين، وهنا عندي صدر دجاج أيضا مسلوق ومقطع، وبصلة متوسطة الحجم تارمتها ناعم، وكوب من الكرفس أو المعدنوس المثروم ناعم، وكوب من جبن الموزاريلا، وبيضة واحدة. وعندي هنا مجموعة من التوابل اللي هي الملح، كركم، كاري، بابريكا، زنجبيل، وكزبرة. راح أستخدم هذا الجزء من العجانة، أو يمكن استخدام الشوكة أو الملعقة حتى نهرس المكونات، لكن هذا الجزء من العجانة راح يعطينا نتيجة أفضل. وهذا هو قوام العجينة الناعم اللي حصلنا عليه، اللي هي عجينة الكفتة. هسه نخلي هاي العجينة بالكيس الحلواني وراح نقص الطرف، وعلى ورق الزبدة راح ننزل العجينة على شكل أصابع، وضروري ندخلهم للفريزر ساعة على الأقل. وبعد ساعة راح نلاحظ إن أصابع الكفتة صارت متماسكة. راح نغمرها أولا بالطحين، وبعدها راح نغمرها بالبيض المخفوق، وبعدها راح نغمرها بفتات الخبز. ويمكن تفريسها بهاي المرحلة واستخدامها وقت الحاجة. هسه راح نقلي بزيت ساخن وعلى حرارة متوسطة، ونقلبها من تاخذ لون ذهبي من الأسفل، ونرفعها من الحرارة لما يتوحد اللون من كل الجهات. وهذا هو شكلها الشهي. وهاي كانت وصفة أصابع كفتة البطاطا بالدجاج، مقرمشة من برا وطرية من جوا، وطعمها فعلا ما يتقاوم. وصفة سهلة وتناسب كل الأوقات. جربوها وراح تصير من أطباقكم المفضلة دائما، وبالعافية عليكم.